فنجد الآن أن الحرب العالمية الثالثة ممكن أن تندلع في أي وقت في أي بقعة من العالم، ولا نعرف الآن من مع من ضد من. فعند اليمن الوضع مشتعل في السعودية وفي البلاد العربية خاصة، وهم يريدون ذلك. ولو اندلعت الحرب العالمية الثالثة ستقضي على الأرض واليابس، فنريد إنقاذ البلاد العربية وإنقاذ العالم كله. الفكرة بدأت عندنا من الحمد لله يوم 18/3 عملنا وقفة للجاليات العربية وطالبنا بجيش عربي موحد، لأن لن يحق ظهرت مصر زفرة، ولن ننتظر أمريكا وهم يريدون الهلاك بكل البلاد العربية. اقتنع أخيرا كنا بنادي به الحكام العرب، لأن عرفوا أنهم أداة في يد الغرب، إنما لن نستطيع أن نتصل إلا بأيدينا وتدخلنا جميعا. فنجحت الوقفة يوم 18/3، وتوجهنا إلى جامعة الدول العربية بمطالب الجاليات بتحقيق جيش عربي موحد. الشعوب كلها مقتنعة إن إحنا لازم نحارب بإيدينا ولازم ننقذ بلادنا بإيدينا، وبالتالي كل شعوب العالم متفقة على كده. مفيش شعب في العالم هيتفق إنه عايز يضحي بأبنائه. عندنا المقابر في العالمين تشهد على الذين ماتوا في الحرب العالمية الثالثة. قيادات تفعل ما تشاء وتتحكم في الدول وتهلك الدول، والذي يدفع الثمن دائما الشعوب. الذي يموت للشعب، الجيش للشعب، والذي يدفع الثمن للشعب. لا نريد عالم يأتي على الظلم والحقد والكراهية، نريد عالم على الحق والعدل والمساواة. نريد أن الشعب الفلسطيني يأخذ حقه، الشعب اليمني يعيش حياة حرة كريمة، لا تدخلات من دولة زي إيران ولا كده. الدولة التي تتدخل في شؤون دولة أخرى يحاربها العالم كله.